هي عالية للجميع. أولا تحية مجد وخلود إلى كل شهداء الشعب المغربي، شهداء حركة التحرر، شهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير، شهداء الحركة الطلابية. تحية النضال والصمود كذلك إلى كافة المعتقلين السياسيين القابعين بزنازين الذل والحرمان، بزنازين القهر. نحيي الرفاق عاليا وكذا الرفيقات على تنظيمهم لهذا الشكل النضالي من داخل مدينة طنجة، كاستمرارية الأشكال النضالية اللي كتاخذ حركة ديال 20 فبراير من أجل المطالبة بالتغيير، ومن أجل المطالبة بمطالب ديال الشعب المغربي واللي كتهم كل الفئات المحرومة وكل الفئات المضطهدة. الشهادة ديال التعذيب او الحيثيات ديال التعذيب ما غنحاولش نرجع للسياق، لان السياق العام ديال 20 فبراير قبل ديال 20 فبراير وما بعد 20 فبراير، لان هذا نقاش عميق، وهذا هو اللي كان من داخل الدردشه اللي كنفتحوا الرفاق قبل ما يبدا الشكل ديال الشهاده ديال التعذيب. ولكن ساحاول التركيز على اليوم، اللحظه ديال الاعتقال ديالي اللي كانت 18 ماي 2011 من داخل مدينه فاس، وبالضبط من مساحه الاطلس، على اثر التظاهره الشعبيه اللي كانت حتى الجماهير الطلابيه ولجنه المعتقل حاضره من اجل الدفاع والمطالبه بطبيعه الحال بمطالب كتهم الشعب المغربي، على اثر الفيضانات اللي كانت في يوم 17 18 ماي من سنه 2011، بعد التساقطات المطريه اللي كانت بمجموعه من المناطق، وكانت مدينه فاس من بين المدن سرعان ما تحولت التساقطات المطريه الفيضانات عمت مجموع الاحياء الشعبيه من داخل مدينه فاس. وكان الحي الشعبي الليدو اللي هو على مقربه من الجامعه ديال ظهر المهراز، على مقربه من الموقع ديال ظهر المهراز والجامعه ديال ظهر المهراز، اللي شملته هذه الفيضانات، واللي كان عوض على ان النظام القائم بالمغرب عوض على انه يقدم اجابه لهذه الجماهير الشعبيه، ويقدم اجابه السكان المستوى ديال المنطقه ديال ليدو على الحي الشعبي ليدو، التجا وكعادته انسجاما والطبيعه الدمويه انسجاما والطبيعه اللا ديمقراطيه ديال النظام، ان جند القوى ديال القمع بكل التلاوين ديالها وبمختلف التلاوين واللي تم ترسات امام جميع المداخل اللي ممكن انها تؤدي للمدينه ديال فاس، من لا لشيء الا ان الجماهير كانت تطالب بالاجابه على ذاك الواقع اللي كان. كيف ما قلت كانت هذه هي اللحظه ديال الاعتقال ديالي، التظاهره اللي كانت منطلقه من الحي ديال ليدو، واللي كانت متجهه نحو المدينه ديال فاس، وبالضبط الولايه ديال القمع فاس. تم الاعتقال ديالي بساحه الاطلس، ومنذ تلك اللحظه حوالي الساعه 5:30 السادسه مساء ليله الاربعاء 18 ماي 2011، منذ ذلك اللحظه ويلات ديال القمع اللي عانيتها اشواط واشواط طويله من القمع، طيله مده ديال 4 ايام، وانا بالمخفر ديال القمع بالولايه ديال القمع بمدينه فاس 4 ايام، ليله الاربعاء الخميس الجمعه وكذلك يوم السبت، ثلاث مده ديال 4 ايام، ما كفاتهمش 48 ساعه كما كيقولوا هما القانونيه ديال التحقيق وديال الصدق وما الى ذلك، زادوا التمديد ديالها، وتمدات يومي الجمعه والسبت، كيف ما قلت 4 ايام من القمع الاسود ومن القمع الرهيب، بمختلف الاشياء وبمختلف التلاوين ديال القمع. من اللحظه ديال الاعتقال ديالي اول شيء قاموا به هو التعصيب ديال العين ديالي، الباندا العين، باش ما نبقاش نعرف لا شكون معايا، لا فين المكان اللي ممكن ان نمشي ليه، ولا اي شيء من ذاك اللحظه. وهي الباندا من اللحظه ديال الاعتقال الباندا، من بعد ما شبعوني ضرب، جمعوا عليا الفيالق ديال القمع بمختلف التلاوين ديالهم، راه معروفه التدخلات في مدينه فاس
راه معروفه التدخلات يعني كيفاش كتكون، وبالخصوص يعني ملي كيكونوا يعني حاضرين يعني الطلبه وكتكون حاضره يعني الجماهير الطلابيه يعني كيكون يعني التدخلات يعني معروفه، وحتى الكم والترسانه اللي كتنزل يعني ديال القمع يعني معروفه، يعني ما كيكفيهمش فقط يعني الصافطات يعني الكيران يعني ديال القمع، يعني كيتم يعني جلب يعني ديال القمع يعني من المدن يعني المجاوره يعني كمدينه بكناس، كمدينه يعني صفرو، يعني كمدينه يعني ميسور، يعني ومجموعه يعني من المدن يعني المجاوره لمدينه فاس، يعني يتم يعني جلب ديال القمع يعني من اجل يعني كيف ما كيقولوا هما يعني التعزيزات يعني القمعيه، يعني كيف ما قلت من ذاك اللحظه وهو يعني الضرب يعني بمختلف يعني بالعصي بالسلاسل بمجموعه يعني ديال الاشياء، يعني حتى اللحظه يعني اللي وصلت يعني الولايه يعني وصلت يعني مغمى عليا اللحظه اللي فقت، يعني باش غادي نعرف راسي انني في الولايه يعني انطلقا يعني من ذاك الجهاز اللاسلكي يعني اللي عندهم يعني الصونفيل، يعني من تما انني كنعرف بان المكان اللي متواجد فيه هو انني يعني الولايه يعني ديال القمع، يعني من ذاك اللحظه يعني التعذيب والضرب يعني بمختلف يعني الوسائل، يعني كيمشيو افواج وكيجيو افواج يعني ديال اللي كيعذبوا يعني المعتقلين، يعني الاسئله يعني اسئله لا علاقه لها يعني بذلك يعني الشكل النضالي يعني اللي كان في الليدو، يعني اسئله يعني كانت كتهم يعني حركه 20 فبراير مدينه فاس، حركه 20 فبراير مدينه فاس يعني وعلاقتها يعني بمختلف يعني المواقع يعني الاخرى كمدينه الدار البيضاء نموذج، مدينه يعني تازا نموذج، مدينه كذلك طنجه يعني نموذج، ومجموعه يعني من النماذج يعني هذه يعني الاسئله، يعني كذلك يعني كانت الاسئله يعني كتهم يعني النظره يعني ديال الطلبه القاعديين، يعني الحركه ديال 20 فبراير خصوصا يعني والندوه يعني اللي كانت يعني كانت عثرت يعني بمدينه فاس، يعني الندوه اللي كان نظمها الناس الديمقراطي القاعدي يعني في 14 يعني ماي من السنه ديال 2011، يعني حاول يعني حركه 20 فبراير واقعها يعني وافقها يعني واللي حضروا فيها يعني مجموعه من الاطارات ومجموعه يعني من المواقع لا سواء الجامعيه ولا سواء يعني المواقع يعني ديال الحركه ديال 20 فبراير، يعني كانت اسئله يعني بشكل يعني دقيق يعني على الحضور يعني شخص يعني الناس يعني اللي حضروا يعني شخص يعني العلاقه ديال القاعديين يعني بهم، العلاقه ديال القاعديين يعني على مستوى ديال الجامعه يعني بالقاعديين يعني اللي سالوا يعني من الجامعه، يعني كيف ما قلت يعني اسئله يعني سياسيه يعني بالدرجه الاولى، يعني حول يعني الشعار ديال اسقاط يعني النظام، يعني القاعديين يعني لماذا يعني كيرفعوا هذا الشعار، وما المراد يعني من رفع ديال هذا الشعار، في ظل على ان يعني مجموعه يعني من القوى يعني كترفع يعني الاسقاط ديال الفساد، هناك من يرفع يعني الاسقاط ديال الاستبداد وما الى ذلك، لماذا التميز يعني ديال القاعديين يعني بالرفع ديالهم ديال اسقاط يعني النظام، يعني علاش، يعني كيف ما قلت يعني هذه هي الاسئله يعني فين كانت يعني التمحور يعني ديالها يعني بشكل دقيق، يعني وكل يعني ما بين سؤال وسؤال يعني بطبيعه الحال يعني كتكون الاشواط يعني ديال القمع وكتكون الاشواط يعني ديال التعذيب، يعني اساليب يعني متعدده يعني كنا نسمع، انا شخصيا يعني كنت كنسمعها في السابق، كنت كنقراها يعني في تجارب يعني ديال معتقلين سياسيين سابقين، كنت كنسمع بعمليه التعذيب يعني بما يسمى يعني بالفروج، ما كنتش كنعرف الفروج اللحظه اللي تعتقلت يعني عرفت شنو كتعني يعني العمليه ديال الفروج، شنو كتعني العمليه يعني ديال الغرفه ديال الماء والريح واللي هي طريقه ديال التعذيب، شنو كتعني يعني الطياره يعني كعمليه ديال التعذيب يعني اخرى، ماذا تعني الفلقه كذلك يعني من داخل المخافر ديال القمع، يعني كيف ما قلت هذه مجموعه من العمليات يعني كيستعملوها يعني في حق المعتقلين يعني السياسيين، يعني كنت كنقرا عليها فقط يعني في تجارب يعني مؤرخه المعتقلين السياسيين السابقين سنوات الستينات السبعينات الثمانينات، ولكن يعني عايشتها يعني عن قرب وعايشتها يعني بشكل مباشر، يعني عايشت الفروج، عايشت الفلقه، عايشت الطياره، عايشت غرفة الماء والريح، عايشت الشيفون وما إلى ذلك، بل وصل المستوى يعني إلى حدود يعني الاغتصاب يعني ديالي يعني ليلة يعني الأربعاء، يعني لا زلت يعني أتذكر يعني هذا اليوم يعني بشكل يعني نبغي نقولوا لحظة يعني حتى يعني أتأثر، وصراحة يعني أستسمع يعني من الرفاق والرفيقات اللحظه اللي كنسمع على ان كاين شي شكل نضالي وخصني ندلي بشهاده حول التعذيب، يعني كتكون يعني اصعب يعني اللحظات، يعني لا سوى يعني يوم امس يعني نذكر يعني السي محمد القرطاشي يعني يوم امس يعني في الملاقات ديالنا يعني المندوب يعني الاممي يعني حول يعني مناهضه التعذيب، يعني ولا سوى يعني هذا اليوم ولا سوى يعني في محطات يعني سابقه لا سوى من داخل مدينه فاس او مختلف يعني المواقع، يعني كتكون يعني اصعب يعني اللحظات هي انني نعاود يعني بشكل يعني مفصل يعني من اللحظه ديال الاعتقال ديالي الى اللحظه ديال الوصول ديالي يعني
يعني السجن ولا المعتقل يعني السيء ديك السجن المحلي يعني عين قادوس، يعني خصوصا يعني بالتفاصيل، لان اشواط واشواط يعني كبيره يعني من التعذيب، لا سواء يعني من خلال يعني الحرق يعني بالسجائر، يعني العلامات يعني لا زالت يعني باينه، يعني حتى بغاو يعني الرفاق يعني يصوروها، يعني ممكن نوريهم الرجلين الظهر يعني الكرش، يعني رغم انني يعني من 18 ماي 2011 يعني اليوم يعني حنايا في ربما وقيله في 15 او 16 يعني شتنبر 2012، يعني ازيد يعني من سنه ونصف، يعني ولا زالت يعني العلامات يعني ديال القمع، ولا زالت العلامات ديال التعذيب هي باديه يعني على الجسم ديالي. الا كان يعني الرفاق باغيين يصوروها يعني ممكن انا نوريهم، يعني ما كاينش يعني ادنى يعني مشكل يعني في الكشف يعني على الجرائم يعني ديال النظام، وفي الكشف على ما يتعرض عليه يعني المعتقلين يعني السياسيين، يعني وهذا يعني حتى هو اللي كان يعني اننا يعني لا شدنا يعني كمعتقلين سياسيين موقع فاس، اننا شدنا يعني باقي المعتقلين السياسيين القابعين بمختلف يعني الزنازين ديال القرع والحرمان، من اجل يعني الاخراج ديال الشواهد ديال التعذيب، من اجل اننا نكشفوا يعني الجرائم يعني ديال النظام، ومن اجل اننا نعطيو يعني الحقيقه وكل الحقيقه يعني الجماهير الشعبيه، وما يتعرض له يعني المناضلين، وما يتعرض له المعتقلون، ولو ان يكون تعتقل ولو يسع، راه يطلعوا غير الصافيط ويهبطوا ويتعرض الا بغينا نقولوا الكلام الساقط والنبي، ولا مناضله تعرض للكلام الساقط والنبي والضرب، يعني خاص يعني الفضح ديال هذه الجرائم، خاص الفضح ديال هذه الجرائم، وخاص يعني الاعطاء ديال الحقائق كما هي، خصوصا في ظل التعتيم الاعلامي، وخصوصا كذلك ان النظام كيحاول ما امكن كيفيه التشويه ديال الصوره ديال المناضلين، كيفيه التشويه ديال الصوره ديال المعتقلين السياسيين بشتى النعوتات، وبشتى كذلك المسائل القدحيه، من خلال الملحدين، من خلال كذلك مجموعه يعني من النعوتات يعني الاخرى، يعني لا سواء المناضلين ديال 20 فبراير، ولا سواء المناضلين ديال الحركه الطلابيه، ولا سواء يعني المناضلين الشرفاء، المناضلين الجذريين، المناضلين ديال الشعب المغربي، يعني الطامحين يعني التغيير، والطامحين يعني القلب ديال العلاقه، القلب يعني ديال موازين القوى، والقلب ديال البنيه ديال النظام القائم يعني بشكل عام، يعني كيف ما قلت يعني هذه يعني مختلف يعني الانواع يعني